السلام عليكم الإخوة المغاربة والأخوات المغربيات، مرحبا بكم. هذه الحلقة غادي تكون حول موضوع بني زيري بالضبط، اللي هما فرع من الفروع ديال صنهاجة، قبائل صنهاجة اللي فيها أكثر من 70 بطن. كاين صنهاجة اللي عطاو المرابطين، وكاين صنهاجة ديال إفريقيا اللي عطاو بنو زيري وبنو حماد. الصفحة اللي تتشوفوا تتقول كان مناد بن منقوش على رأس الكانة. هذه الكانة قبيلة كبرى من قبائل صنهاجية قبل سقوط الدولة الأغلبية سنة 296 هجرية، الموافق ل 909 ميلادية، وقد تحول إلى المشرق في نفس السنة، يعني مشى للمشرق، التي زار فيها تلك الربوع يونس القائم بدين بورغواطة. يعني هذا مناد بن منقوش مع يونس القائم بدين بورغواطة. بورغواطة جهة تمسنا، محمدية، رباط، سلا إلى آخره، كانوا مشاو للمشرق. من بعد تيقول الكتاب: وكان مناد آنذاك صاحب القلعة المنادية القريبة من سجل مسا. وحسب هذه الرواية فإن مناد قد أقام عاصمته في قلعة كانت تحمل اسمه وتقع في ضواحي تلك المدينة، يعني في ضواحي مدينة سجل مسا في الجنوب ديال المغرب، الجنوب الشرقي ديال المغرب. وقد قيل إنه كان من موالي علي بن أبي طالب، يعني من الموالي يساند أو لا تابع للعلويين يعني. وإن نسبه يرجع إلى قحطان. تعرفوا ديك الفكرة ديال الصنهاجيين جايين من اليمن، حميريين إلى آخره. هذا الشيء ما تيهمناش. أنا اللي تيهمني هنايا هو مناد بن منقوش والقلعة ديالو اللي كانت قريبة لسجل مسا، يعني في المغرب. وهذا مناد بن منقوش شكون هو؟ هو الجد ديال الزيريين وديال الحماديين. مناد بن منقوش هو الأب ديال زيري اللي تنعرفوه باسم زيري بن مناد بن منقوش. وهذا زيري بن مناد كان شيخ، هو ماشي ملك، كان شيخ كبير ديال صنهاجة الحضر، اللي تيتسموا الصنهاجة الحضر، اللي هما مزارعين لي سيتادان. كاين الصنهاجة الوبر، هما الرحالة بحال الصنهاجة اللي عطاو الدولة المرابطية عندنا في المغرب، يعني رحل. أول ملك معذرة ديال بنو زيري هو أبو الفتوح أو بولوغين أو بلقين بنو زيري، اللي اعتلى عرش الدولة الزيرية بعد خروج الفاطميين إلى مصر. يعني الفاطميين مشاو لمصر، خلاو ليه السوارت ودوروا به الفاطميين ديالهم من قبائل كتامة ومن اللي جاو معاهم من المشرق، وكان تيحكم من إفريقيا باسم الفاطميين. دابا نجيو للشرح ديال كيفاش سجل مسا، إفريقيا، بجاية إلى آخره. والتاريخ شنو تيوثق أن كما قلت الصنهاجيين عموما الولاء ديالهم لعلي بن أبي طالب، والزناتيين الولاء ديالهم لسيدنا عثمان، الأمويين. وهذا الشيء راه توثق من بعد، يعني سواء كانت مغراوة، باش كانت حاكمة مغراوة مثلا في فاس، كان الولاء ديالهم الأندلس، ومكناسة اللي كانوا مساندين الدعوة الفاطمية في المغرب. موسى بن أبي العافية اللي كان في تزاج ويتسول كان تيساند الفاطميين. ما علينا. شنو وقع لنا لهذا مناد بن منقوش نهار ظهرت الدولة الفاطمية في إفريقيا، وكانت مساندة من القبائل ديال الكتامة ديال إفريقيا. خرج من سجل مسا مشى للشرق، ومن ثم توالت الأحداث. يعني مشى هو وخرجوا الأبناء ديالو والأحفاد ديالو، وخرجت الدولة الحمادية، خرجت كذلك الدولة الزيرية إلى آخره. ودابا ملي تتهضر مع بني كرغل تيجيك مربع الراس تيقول لك وحنا بنو زيري. تنعرفوا الأصل ديال بنو زيري منين، هذا التاريخ تيوثقهم
بن الزيري دولة تونسية حكمت من إفريقيا. بنو حماد كذلك بجاية كانت تابعة لإفريقيا. غير الخريطة السياسية، لا الخريطة يعني الجغرافيا السياسية معذرة تبدلات مع مرور الزمان ولات بجاية دابا تابعة للزريبة المقاطعة الفرنسية. الحلقة الجاية غادي نتكلم على واحد الخرافة تنشوفها هذه سنين، وديما تنقول غادي يعني غادي نعطيها وقت وندير عليها شي حلقة. هي خرافة المعمار الزيري. المؤثرين المغاربة والإخوان المغاربة ملي تيحطوا شي حلقة مثلا على زليج ولا على تيخرج لكم واحد ذباب ناتين تيقول لك المعمار الزيري، هذا المعمار الزيري. غادي ندير قفزه، غادي نعبر البحر الابيض المتوسط وغادي نطلعوا للاندلس وغادي نشوفوا شنو هي حقيقه هذا المعمار الزيري. واش كاين حقا معمار زيري اولا هي غير خرافه، اون كرياسيون اون فيكسيون صنعتها بوليود ديال الزريبه وتتحاول تغطي بها على الفقر وعلى البؤس التاريخي والتراثي اللي عندهم. تنكتفي بهذا القدر هذا ونعطيكم موعد في حلقه قادمه، والسلام عليكم.